بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بتلاميذ الصف الثالث الإعدادي يا سنة تالتة. النهاردة هنحل أسئلة الدرس الأول في الجغرافيا، وأنا بحل الأسئلة هنشرح مع بعض. طبعا كل سنة وانتم طيبين، بداية الترم الثاني. وأحب أنبه إن في الترم الثاني في عندنا شهر رمضان، في عندنا العيد، في أجازات، فاوعى يتسرق منك الترم الثاني، اوعى يتسرق منك الترم الثاني. ابتدي الترم الثاني مذاكرة عشان تعوض في الترم تعوض اللي خسرته في الترم الأولاني. دي فرصة، الترم الثاني فرصة إن أنا أعوض فيه، اوعى يضيع منك في الأجازات ورمضان والأعياد. طيب، أول سؤال عندي، اختر يزرع محصول ايه في أوروبا بنظام الزراعة الواسعة؟ هيبقى القمح. القمح هو اللي موجود في أوروبا. نوع الزراعة المتبع في جنوب القارة الموضحة بالخريطة المقابلة يهدف إلى. دي الخريطة المقابلة، دي قارة أمريكا الشمالية. هنا هو في الجنوب تحت هلاقي الزراعة الكثيفة. هلاقي ايه؟ الزراعة الكثيفة. الزراعة الكثيفة بيقول لي اختر بقى التخصص في محصول واحد. لا، دي زراعة علمية وتجارية. دي كمان الإنتاج التجاري الضخم، تصدير فائض للإنتاج إلى الخارج. التلاتة دول ما ينفعوش. الصح توفير الغذاء للسكان. دي زراعة كثيفة. طيب، ارتبط استقرار الإنسان على سطح الأرض بحرفة الزراعة. تعد من أهم محاصيل الزراعة المتقدمة. عايزة محصولين ويكون في محاصيل الزراعة المتقدمة بنوعيها. عندي الزراعة المتقدمة نوعين، زراعة كثيفة وزراعة علمية وتجارية. التشابه ما بينهم في المحاصيل هيبقى القمح والقطن. القمح والقطن موجود في الزراعة الكثيفة، والقمح والقطن موجود هو كمان في الزراعة العلمية التجارية. ده تشابه في المحاصيل. تتشابه الزراعة البدائية مع الزراعة البدائية مع الزراعة الكثيفة في ايه؟ يعني انا عندي زراعة بدائية وعندي زراعة كثيفة، في ما بينهم تشابه. ايوه، في ما بينهم تشابه ان الاتنين بيوفروا حاجة السكان المحليين، توفيرهما الاحتياجات المحلية. تقل تكاليف في الزراعة التجارية والعلمية. بتقل التكاليف بسبب استخدام التكنولوجيا الحديثة. طيب، السؤال السابع بيقول أي قارة من القارات التالية توجد بها أولى دول العالم إنتاجا للسكر؟ طبعا أولى دول العالم إنتاجا للسكر هتبقى دولة البرازيل. البرازيل موجودة في قارة إيه؟ شطار أمريكا الجنوبية. يبقى نختار رقم ألف. أي مما يلي من المحاصيل الزراعية والتجارية والعلمية ويتم زراعتها في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا عندي القمح والقطن موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال ده هو مهم، القمح والقطن. 9. يعد من الموارد الزراعية الرئيسية والأهم للإنسان. طبعا أنا عندي الاختيار الصحيح الحبوب الغذائية. من أهم محاصيل الألياف عند القطن. من المحاصيل ذات الطبيعة الخاصة هنختار البن. في البن وفي الشاي وفي المطاط الطبيعي، محاصيل ذات طبيعة خاصة. يتشابه محصول القمح والذرة في ايه؟ الاتنين انتشارهما في معظم القارات. تأتي في المرتبة الأولى إنتاجا للذرة عالميا. قارة إيه؟ هتبقى أمريكا الشمالية. السؤال ده هو مهم. تختفي زراعة قصب السكر من قارة. قصب السكر محصول مداري حار، عايز حتة حر مدارية. طب هو بيختفي من إيه؟ بيختفي من أوروبا، لأن أوروبا المناخ اللي فيها معتدل أو بارد. تتركز زراعة البنجر في قارة أوروبا، وأهم دولها فرنسا. من أهم دول أفريقيا في إنتاج القطن مصر. من المحاصيل التي تستخدم في تصنيع إطارات السيارات عند المطاط الطبيعي. أولى دول العالم إنتاجا للمطاط الطبيعي. السؤال ده هو مهم. تايلاند سمحتها فين يا سنة تالتة؟ سمحتها في المطاط الطبيعي. تايلاند مطاط طبيعي تايلاند. تعتبر دولة ايه؟ أكبر دول العالم إنتاجا للشاي عند الصين. طيب، ضع علامة صح أو غلط مع التصويب. لما بتعمل علامة صح بتاخد نص درجة، تكتب التصويب تاخد كمان نص درجة، يبقى انت كده تاخد الدرجة كاملة. طب لو العبارة صح
بتاخد الدرجة كاملة على طول، لكن لو فيها خطأ وما صوبتش بتنقص نص درجة. طيب، 1. يعتبر القمح الغذاء الرئيسي لمعظم شعوب العالم. صح. يعتبر القطن من المحاصيل المدارية. صح. ارتبط تنوع الأنشطة الاقتصادية في العالم بزيادة عدد السكان. صح. تسود الزراعة الكثيفة في المناطق الحارة على هوامش الغابات الاستوائية. غلط، هي مش الزراعة الكثيفة، هي الزراعة الزراعة عند البسيطة، الزراعة البسيطة أو الزراعة البدائية هي اللي موجودة على هوامش الغابات الاستوائية. طيب، تساهم الزراعة الواسعة بنصيب كبير في التجارة الدولية. صح. يزرع المطاط والشاي بمناطق الزراعة التجارية والعلمية في جنوب شرق آسيا. صح. تحتل دولة الصين المركز الأول في إنتاج القمح. هنا هتبقى العبارة صح. تعد قارة آسيا أكبر قارات العالم إنتاجا للقمح والقطن. صح. تعد الهند أكبر الدول إنتاجا لقصب السكر في العالم. غلط، السكر البرازيل. السكر البرازيل. السؤال ده من الأسئلة اللي بتتكرر كتير في الامتحانات. يختلف مصدر إنتاج السكر في كل من البرازيل وفرنسا. صح. فرنسا بتجيب السكر من بنجر السكر، البرازيل بتجيب السكر من قصب السكر. البرازيل حر، فرنسا برد. تعد الهند من أكبر الدول الآسيوية المنتجة للقطن. صح. يعد القطن المصري من أجود الأنواع التي تنتج في العالم. صح. يستخرج المطاط الطبيعي من عصارة الأشجار الاستوائية، وتعد أمريكا الجنوبية أولى قارات العالم المنتجة له. غلط، أولى قارات العالم إنتاجا للمطاط آسيا. طب لو قال لي ثاني قارات العالم إنتاجا للمطاط أفريقيا، وده سؤال امتحانات، يبقى المطاط الطبيعي أول قارة آسيا، ثاني قارة أفريقيا، أول دولة تايلاند. طيب، تحتاج زراعة الشاي إلى تربة خصبة خفيفة وهواء رطب. صح. تعالى كده نحل الخريطة. يشير رقم 3 إلى ثالث دول العالم في إنتاج السكر، وهي دولة، تعالى كده نشوف 3، ده هي دولة الصين. طبعا انت لازم تحفظ مكان دولة الصين صم في الترم الثاني. ده هي دولة الصين. يشير الرقم إلى أهم دول أوروبا في زراعة البنجر. هتبقى فرنسا. دي فرنسا اللي هي رقم 5. يمثل الرقم ثاني قارات العالم في إنتاج لمحصول القطن. هيبقى 1 اللي هي أمريكا الشمالية. طيب، أولى دول العالم إنتاجا للمطاط الطبيعي. طبعا أنت عارف إن أولى دول العالم إنتاجا للمطاط الطبيعي أول دولة هتبقى تايلاند. طيب، توجد في القارة رقم، تايلاند دي موجودة في قارة موجودة في قارة آسيا. آسيا أهي رقم 2. الرقم يمثل إحدى أهم الدول الأفريقية إنتاجا للقطن. أهو هتبقى عندي رقم 4، هي هتبقى السودان. دي مصر، تحتها السودان. ثاني دول القارة الآسيوية في إنتاج القمح. طبعا هيبقى عندي رقم 7 دي دولة الهند. نوع الزراعة السائدة في المنطقة رقم 9 هتبقى البدائية أو البسيطة، عشان عند خط الاستواء على هوامش الغابات الاستوائية. رقم 1 دي قارة سنة 3؟ دي آسيا. أولى قارات العالم في إنتاج الحاجات دي لازم تتحفظ وتتذاكر، القمح والقطن والمطاط الطبيعي. طب أنا عندي قارة رقم 2 في أهو دي أمريكا الشمالية. طبعا على طول أمريكا الشمالية الذرة أمريكا الشمالية. طب رقم 3 دي دولة الصين. الصين فيها فيها القمح والشاي. عندي بعد كده دولة رقم 4 دي البرازيل. برازيل السكر وقصب السكر. طيب، اكتب المصطلح الجغرافي. 1 زراعة يعمل بها عدد قليل من السكان في مناطق صغيرة ومعزولة، دي الزراعة البسيطة أو البدائية. زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد إشباع حاجة السكان المحليين، دي الزراعة الكثيفة. تعرف بنظام الزراعة الواسعة. أول ما تشوف كلمة الزراعة الواسعة والإنتاج التجاري الضخم، دي الزراعة التجارية والعلمية. طيب، بما تفسر يعد النشاط الزراعي من الأنشطة الاقتصادية الأساسية في العالم. هنا هتقول أهمية الزراعة.
1. يمثل مصدرا رئيسيا لغذاء الإنسان. 2. يرتبط به تربية الحيوان. 3. يعد مصدرا مهما للمواد الخام الزراعية اللازمة لبعض الصناعات مثل محاصيل الألياف أو زي القطن والكتان والتي تدخل في صناعة المنسوجات، ومثل المطاط الطبيعي والذي يدخل في صناعة إطارات السيارات. لو أنت فاهم الإجابة دي ممكن تكتبها بأسلوبك، بما تفسر عدم وجود فائض للتصدير في مناطق الزراعة البسيطة والكثيفة. ليه؟ لأن أصلا هدف الزراعة الكثيفة وهدف الزراعة البسيطة إشباع حاجة السكان المحليين دون وجود فائض في التصدير. يبقى لأنها تستخدم في إشباع حاجة السكان المحليين دون وجود فائض للتصدير. زراعة الأرض بأكثر من محصول في العام الواحد في مناطق الزراعة الكثيفة. بيقول لي ليه بزرع أكثر من محصول؟ ليه؟ الإجابة هي سنة تالتة أهو. زراعة الأرض أكثر من مرة في العام الواحد في الزراعة الكثيفة. ليه؟ بما تفسر الإجابة هي بهدف إشباع حاجة السكان المحليين من الغذاء. يعني بين قوسين بتستخدم في الاستهلاك المحلي فقط. يبقى ليه بزرع أكتر من محصول؟ لأنها تستخدم في إشباع حاجة السكان المحليين. تحتاج الزراعة الكثيفة إلى أيدي عاملة وفيرة لأنها تتم من خلال عمليات عديدة مثل بذر الحبوب والري وتنقية الحشائش. سهولة استخدام الميكنة والطرق العلمية الحديثة في مناطق الزراعة التجارية والعلمية. طبعا سهل ان انا استخدم الآلات في الزراعة العلمية والتجارية لانها بتتم في مناطق واسعة، لانها تتم من خلال مزارع واسعة يسهل فيها استخدام الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة. تتميز الزراعة التجارية والعلمية بالتخصص في محصول معين. ليه؟ لأنها تهدف إلى الإنتاج التجاري الضخم. 7. قلة التكاليف وقلة العمالة الزراعية في الزراعة التجارية والعلمية. ليه في قلة في التكاليف؟ لأنها تستخدم الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة. طيب، تجود زراعة السكر في البرازيل. ليه؟ لأن البرازيل حر وقصب السكر بيحب محصول مداري حار أهو بسبب توافر الظروف الملائمة لزراعته، حيث يحتاج إلى حرارة مرتفعة. يحتاج إلى حرارة مرتفعة ومياه ري وفيرة، لذلك يزرع في المناطق المدارية الحارة مثل البرازيل. هنكتب الإجابة دي. 9. تخلو قارة أوروبا من زراعة المطاط الطبيعي. طبعا المطاط الطبيعي عايز غابات استوائية، يعني عايز عند خط الاستواء. أوروبا ما فيهاش الكلام ده بسبب عدم توافر الظروف المناخية الملائمة لزراعة المطاط، حيث يزرع في المنطقة الاستوائية بينما أوروبا تقع في المنطقة المعتدلة. شهرت قارة أوروبا بإنتاج السكر من متجر السكر بسبب ملائمة ظروف المناخ والتربة الزراعية لزراعة البنجر في أوروبا. طيب، للقطن المصري والسوداني أهمية خاصة لأنه من أجود أنواع القطن في العالم، ومعظمه من القطن طويل التيلة. طويل التيلة دي مهمة يا سنة تالتة. تتركز زراعة الشاي في دول شرق آسيا طبعا بسبب توافر الظروف الملائمة لزراعته من تربة خصبة خفيفة، مناخ حار، هواء رطب، مطر غزير. ما النتائج التي ترتبت على ايه اللي حصل لما اكتشاف وممارسة الإنسان للزراعة منذ القدم؟ لما مارس الإنسان للزراعة أو بعد معرفته للزراعة عرف الإنسان حياة الاستقرار وبدأت تنشأ الحضارات القديمة. صغر مساحة الحقول الزراعية في مناطق الزراعة الكثيفة أدى إلى صعوبة استخدام الآلات والميكنة الزراعية والاعتماد على الأيدي العاملة. استخدام الآلات الزراعية والطرق العلمية الحديثة في الزراعة التجارية والعلمية أدى